أهلا بيكم يا سنة تالتة إعدادي. هنحل مع بعض أسئلة التميز من كتاب الامتحان على الدرس الأول قارات العالم الموقع والمساحة. ولو ما شفتش حل تدريبات الدرس هتلاقي رابط الفيديو في صندوق الوصف. يلا بينا نبدأ مع بعض في حل الأسئلة. ولو معاك الكتاب افتح معاي صفحة 32، ولو مش معاك هتلاقي الأسئلة بننزلها على صفحتنا على الفيسبوك. خلي بالك صار رقم 10 أسئلة التميز. ترى الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: واحد، يكاد يتلامس اليابس الأفريقي مع اليابس الأوروبي عند مضيق نقط البسفور ولا باب المندب ولا جبل طارق ولا الدردنيل. بص للخريطة قدامك، بيكاد يتلامس اليابس الأوروبي مع اليابس الأفريقي عند مضيق جبل طارق. يبقى الإجابة هتكون يكاد يتلامس اليابس الأفريقي مع اليابس الأوروبي عند مضيق جبل طارق. اثنين، تمتد قارة أوروبا في أكثر من 90 درجة طولية بسبب نقط: كثرة المضايق ولا كثرة عدد الجزر ولا زيادة عدد الدول ولا اتساع المساحة. خد بالك وركز. خريطة زي ما خدنا في فيديو الشرح ان تتميز اوروبا، قارة اوروبا، بتعرج السواحل وكثرة الجزر، وترتب على ذلك انه ساعدت ايه على كثرة الموانئ الطبيعية بها. يبقى الاجابة هتكون على كثرة عدد الجزر. ثلاثة، يعد أقصى اتساع لدوائر العرض في قارة أمريكا الجنوبية نقط: شمال دائرة الاستواء ولا جنوب مدار الجدي ولا جنوب دائرة الاستواء ولا شمال مدار السرطان. كما تراها على الخريطة قدامك في صفحة 22 إن أكبر اتساع وأكبر اتساع أمامك جنوب دائرة الاستواء لقارة أمريكا الجنوبية. يعني إيه؟ في الجزء الثاني اعتبرها 3 أجزاء، فالجزء الوسط اللي هو أكبر اتساع فيه اللي هو جنوب دائرة الاستواء. خد بالك معاي وركز إنه شمال دائرة الاستواء مش هتنفع. أنا قلت لك أقصى اتساع في المنتصف، يعني تحت دائرة الاستواء وفوق مدار الجدي. جنوب مدار الجدي برضه مش هتنفع، ولو قال لك شمال مدار الجدي كانت هتنفع. وآدي الاختيار الثاني استبعدناه. وخد بالك إنه في الإجابات لما تحل إن شاء الله لما يكرمك ربنا وتخش ثانوية عامة هتستبعد الإجابات الخطأ لغاية ما توصل للإجابة المؤكد عليه. دي الإجابة الثانية واستبعدناها. شمال مدار السرطان تنفع. وخد بالك إنه مدار السرطان مش بيمر بقارة أمريكا الجنوبية، يبقى كده مش هتنفع. يبقى الإجابة الصحيحة اللي اخترناها جنوب دائرة الاستواء كما أمامك على الخريطة. 4، القارة التي تمر بها جميع خطوط الطول هي نقط: آسيا ولا أفريقيا ولا أنتاركتيكا ولا أمريكا الشمالية. خد بالك أمامك على الخريطة إنه القارة اللي بتمر بيها جميع خطوط الطول هي إيه؟ قارة أنتاركتيكا اللي هي القارة القطبية الجنوبية. 5، أقرب يابس إلى قارة أمريكا الشمالية من جهة الغرب. خد بالك وركز من السؤال. يتمثل في قارة نقط: استراليا ولا آسيا ولا أوروبا ولا أمريكا الجنوبية. إنه أمامك إنه أقرب يابس لقارة أمريكا الشمالية من جهة الغرب بيتمثل في قارة آسيا. هقول لك ليه. زي ما أنت شايفها قدامك على الخريطة إن جهة الغرب ناحية شمالك تبص تلاقي اليابس على قارة آسيا اللي عليها دائرة أمامها. 6، تتشابه، خد بالك، تتشابه قارة أفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية في نقط. خد بالك الأسئلة دي مهم وما يخلاش امتحان اللي ما يجي فيه سؤال. مرور دائرة الاستواء في الأجزاء الشمالية ولا قلة خطوط الطول المارة في الأجزاء الجنوبية ولا كثرة الجزر بالقرب من السواحل ولا عدد دوائر العرض المارة بهما.
قدامك على الخريطة أفريقيا. أول اختيار كان مرور دائرة الاستواء في الأجزاء الشمالية، يعني قارة أفريقيا تمر بها دائرة الاستواء في المنتصف مش في الأجزاء الشمالية، زي ما شايف على الخريطة قدامك إن قارة أمريكا الجنوبية بتمر دائرة الاستواء في شمال. كده إيه الاختيار دي مش هينفع. كثرة الجزر بالقرب من السواحل، إحنا قلنا في الشرح إنه قارة أفريقيا تقل بها الجزر، ومن أهم الجزر جزيرة مدغشقر وجزر القمر. عدد دوائر العرض المارة بها، يعني على الخريطة قدامك إنه قارة أفريقيا يمر بها 3 دوائر للعرض الرئيسية، اللي هي مدار السرطان في الشمال، ودائرة الاستواء في المنتصف، ومدار الجدي في الجنوب. أما أمريكا الجنوبية يمر بها دائرة الاستواء ومدار الجدي بس، دائرتين بس. يعني أفريقيا يمر بها 3 دوائر، وأما أمريكا الجنوبية يمر بها دائرتين بس. يعني الاختيار الثالث ده استبعدناه. الاختيار الصح بالاستبعاد زي ما هيحصل معاك وهيكون معاك في الامتحان كده، استبعاد استبعاد، والإجابة الصح الأخيرة على السؤال هتكون قلة خطوط الطول المارة في الأجزاء الجنوبية. 11. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. يتشابه البحر المتوسط مع البحر الأحمر في كونهما حدودا فاصلة لقارة آسيا عن القارات المجاورة. خطأ. ليه؟ لأنه قارة أفريقيا يفصلها عن قارة أوروبا البحر المتوسط. ليه قارة أفريقيا مكان قارة آسيا؟ لأن قارة أفريقيا يفصلها عن قارة أوروبا البحر المتوسط، ويفصلها عن قارة آسيا البحر الأحمر. ويتشابه البحر المتوسط عن البحر الأحمر في إنه إيه؟ حدود فاصلة لقارة أفريقيا عن القارة المجاورة. ثاني خطأ، مش آسي، أفريقي. ليه؟ قارة أفريقيا بيفصلها عن قارة أوروبا البحر المتوسط، ويفصلها عن قارة آسيا البحر الأحمر. يتشابه البحر المتوسط عن البحر الأحمر في إنه حدود فاصلة لقارة أفريقيا عن القارات المجاورة. 2. يتشابه الحد الجنوبي والغربي لقارة أوروبا مع الحد الشمالي والغربي لقارة أفريقيا. صواب. بص معي على الخريطة على قارة أوروبا إنه جنوبها البحر المتوسط والغرب المحيط الإطلنطي، دي قارة أوروبا. تعال معي كده على قارة أفريقيا، هتلاقي إن في شمال البحر المتوسط وغربها المحيط الإطلنطي، فعلا يتشابهوا، يبقى الإجابة صواب. 3. يعتبر المحيط الإطلنطي حادا طبيعيا ل4 قارات. هو ما ذكرش في السؤال قارات معينة، بمعنى إنه إيه 4 قارات المحيط الأطلنطي يحدهما قارة إيه وقارة إيه. خد بالك معاي وافتح صفحة، أول صفحة في الدرس اللي هي مساحة قارات ومحيطات العالم. أول واحدة قارة أفريقيا من الغرب، ثاني واحدة قارة أوروبا من الغرب برضه، خد بالك وركز. 3. قارة أمريكا الشمالية دي من الشرق، وقارة أمريكا الجنوبية من الشرق برضه. السؤال رقم 12، بما تفسر. 1. كثرة عدد خطوط الطول في قارة أستراليا عن قارة أمريكا الجنوبية. قلت لك في الشرح إن أستراليا تضم مجموعة من الجزر، منها نيوزيلندا الشمالية ونيوزيلندا الجنوبية وتسمانيا، بجانب مجموعات من الجزر الصغيرة بالمحيط الهادي. أما أمريكا الجنوبية هتلاقي جزر فوكلاند فقط. يبقى بسبب كثرة الجزر التابعة لقارة أستراليا مقارنة بقارة أمريكا الجنوبية. 2. مرور جميع خطوط الطول في قارة أنتاركتيكا، اللي هي طبعا عارفينها القارة القطبية الجنوبية، لأنها تمتد حول إيه؟ القطب الجنوبي أقصى جنوب الكرة الأرضية. السؤال رقم 13، اعطي أمثلة لدول جزرية تنتمي لقارات العالم الجديد. العالم القديم اللي هم زي ما نحن عارفينهم قارة آسيا، قارة أفريقيا، قارة أوروبا. أما قارات العالم الجديد هي قارة أمريكا الشمالية، وقارة أمريكا الجنوبية، وقارة استراليا اللي هي الإقيانوسية، وقارة أنتاركتيكا اللي هي القارة القطبية الجنوبية. عاوز دول جزرية اللي بتنتمي للعالم الجديد، اللي هي نيوزيلندا بقارة استراليا، وكوبا بقارة أمريكا الشمالية، وفوكلاند بقارة أمريكا الجنوبية اللي نحن لسه قلناها دلوقتي. 14. حدد الدول العربية التي تعد دول جزرية. دولة البحرين ودولة
جزر القمر. ونحن خدنا في سنة تانية إعدادي في الدرس الأول إن جزر القمر كانت خارج نطاق الوطن العربي جنوب دائرة عند تقاطع دائرة عرض 12 درجة جنوبا وخط طول 44 درجة شرقا. 15 ما القارات التي يمر بها خط جرينتش؟ بص على الخريطة هتلاقي إنه خط جرينتش بيقاطع 3 قارات عندك، اللي هي قارة أوروبا وقارة أفريقيا وقارة أنتاركتيكا. رقم 16 دلل جغرافيا على صحة العبارة الآتية: تمتلك القارة القطبية الجنوبية اللي هي أنتاركتيكا دي بعض الخصائص التي تنفرد بها عن باقي قارات العالم. توجد بالقارة القطبية الجنوبية بعض مراكز البحوث في مناطق مقسمة بين عدد من الدول لها مصالح بها، زي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا. بيحيط بها المحيط القطبي الجنوبي من جميع الجهات، وهي بتمتد أقصى جنوب الكرة الأرضية، حيث تعد إنها قارة متجمدة معظم أيام السنة، وتعد إن قارة غير مهولة بالسكان لأنها متجمدة، ويمر بها جميع خطوط الطول، ويحيط بها محيط واحد وهو المحيط القطبي الجنوبي من جميع الجهات. بكده حلينا أسئلة التميز على الدرس الأول قارات العالم، الموقع والمساحة. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة تقديرا للمجهود المبذول في الفيديو، ومستني تعليقك الحلو على الفيديو يشجعنا إنه نستمر. مع السلامة، وكان معكم مستر رفعت من قناة تفوق للدراسات الاجتماعية.